اهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. النهاردة بنقدم لكم حلقة من نوع خاص جديدة نوعا ما عن طبيعة الحلقات اللي متعودين ان احنا نقدمها لحضراتكم. هنقدمها بشكل عملي، هنشوف مع بعض ازاي بنتعامل مع الحوض الطبيعي في بداياته، ايه اللي ممكن يمر بيه. الحوض اللي قدامي دوت تقريبا مر عليه حوالي شهر وكام يوم، حوالي 3-4 ايام فوق الشهر. اللي حابب يرجع للحلقة اللي فاتت هيقدر يشوف المراحل اللي مر بيها الحوض من يوم تأسيسه لحد ما وصلنا للمرحلة اللي قدام حضراتكم النهاردة. طبعا في بداية اي حوض طبيعي زي ما اتفقنا بيبدأ يمر ببعض المراحل، من ضمنها ومن اهمها تكون الطحالب بطبيعة الحال. لان الحوض الطبيعي زي ما كلنا عارفين بيبقى فيه مغذيات بنسبة عالية جدا نتيجة التربة اللي بدأنا بيها تأسيس الحوض، وده بيدي فرصة للطحالب في بداية الحوض الطبيعي قبل ما يوصل لمرحلة التوازن، وقبل النباتات ما تبدأ تسيطر على المغذيات دي وتستولي هي على الحوض. بيدي فرصة للطحالب ان هي تنمو وتزدهر في بدايته، وزي ما احنا شايفين قدامنا بتبدأ تظهر بأنواعها المختلفة، زي الطحالب اللي ممكن تتكون على الإزاز من الداخل، زي الطحالب اللي ممكن تتكون جوه على الديكورات وما بين النباتات، وهنشوفها لما نقرب بالكاميرا للحوض وندخل جواها. وزي ما وعدناكم ان احنا هنشارككم دايما اي خطوة بناخدها مع الحوض ده علشان تقدر تتعرف على طريقة التعامل مع الحوض الطبيعي بالشكل السليم اللي ما يضرش الحوض ويفيده. قررنا النهاردة ان احنا ننظف الطحالب اللي على الازاز علشان نقدر ندخل بالكاميرا اللي جوه الحوض ونقدر نقرب ونشوف ايه اللي بيحصل جوه بشكل اوضح اكتر. من طبعا وجود الطحالب على الازاز بيحجب الرؤية نوعا ما وما بيديناش فرصة ان احنا نقدر نعرف ايه اللي بيحصل. وهنبتدي معاكم بشكل عملي ننظف الطحالب من على الازاز، وهنكمل مع بعض وهنشوف ايه اللي بيحصل بعد كده جوه الحوض من تكون طحالب داخليه على الديكورات او ما بين النباتات. هنوضح ده كله وهنحاول بقدر الامكان نوصل الصوره كامله لحضراتكم. هنبدا نستخدم الاداه دي، انا بحب اداه القشط دي لانها ما بتعملش اي نوع من انواع الازعاج في ميه الحوض، عكس ممكن المساحات المشهوره اللي احنا بنستخدمها المغناطيس، ممكن تكون بتحرك الميه جامد وبتعمل تيارات ميه جوه. ما بفضلهاش، بفضل دي بتكون بسيطه جدا وبقدر استخدمها بشكل ما يعملش اي ازعاج للحوض. وطبعا بمناسبه ان احنا بنشيل الطحالب من على الازاز، حابب انوه هنا لحاجه ضروريه جدا، ان انا بعتبر ان الطحالب دي صديق وافي جدا ليا، لان هي بتعرفني الحوض بتاعي واصل لانهي مرحله، نسبه المغذيات فيه واصله لانهي مرحله، نسبه الاضاءه فيه هل هي مناسبه ولا مش مناسبه. وانا ما بتضايقش خالص من الطحالب ووجودها في الحوض عندي، ولكن انا بشيلها علشان نتعلم مع بعض. لكن انا بفضل وجودها وبسيبها لان ببدأ الاحظ من خلالها تطور الحوض الطبيعي وان هو بدأ يوصل لمرحلة التوازن. لان انا لو سبتها على وضعها الحالي هي مع مرور الوقت بتبدأ تقل جدا وبتبدأ توصل لمرحلة ان هي تختفي اصلا، مش بتبقاش موجودة. وده هنشوفه برضو مع بعض في اجزاء تانية وفي احواض تانية بشكل مختلف. ولكن الحوض ده انا حبيت اشيل من عليه الطحالب علشان اشارككم جوه الحوض ايه اللي بيحصل ونتكلم فيه مع بعض. ولكن ظهور الطحالب في الحوض الطبيعي ظاهرة طبيعية جدا، والطحالب هي جزء من الطبيعة ما فيهاش اي مشكلة. على العكس تماما، هي لو بتثبت لي حاجة هي بتثبت لي مدى صحة المية، وان المية صحية جدا وقادرة على ان هي تحتوي جميع انواع الكائنات الحية بداخلها من ضمنها طبعا الطحالب. لاني برضو لاحظت مع بداية الناس اللي بدأت تجهز احواض طبيعية ان لما بدأت الطحالب تظهر عندهم في احواضهم بدأوا يتكلموا بصيغة نوعا ما انا استغربتها شوية، اللي هو زي للأسف ظهرت عندي طحالب، للأسف في طحالب ظهر عندي على الفلتر، للأسف في طحالب ظهر على الإزاز. أنا مش عارف بصراحة هو ليه للأسف، لأن أنا مش شايف أي سبب إن إحنا نقول عليه للأسف، لأن طبعا بالعكس دي حاجة مميزة جدا إن الطحالب تبدأ تظهر، لأن هي جزء من الحوض
زيها زي اي كائن حي عايش جوه الحوض، ومن خلالها بطمن على المية بتاعتي وعلى صحة الحوض عندي، وان الحوض عندي صحته جيدة وقادر ان هو يعيش جواه كائنات حية زي الطحالب وغيرها. طبعا الحوض زي دوت هو حوض مكعب 60 في 60 في 60 ارتفاع، فعلشان كده هو الثلاث اجناب بتوعه بيعتبروا واجهة لان هو بيتشاف من اي زاوية منهم، فيعتبر الخلفية بتاعته هي دي الخلفية الوحيدة. ولكن الاحواض المستطيلة بطبيعة الحال ساعات بتبقى الاجناب اللي هي اليمين والشمال والخلفية ما بتبقاش ظاهرة ليك او لاي حد بيبص على الحوض، فانت ممكن تكتفي ان انت بتنظف الواجهة الامامية بس، وبتسيب بقية الجناب عليها الطحالب زي ما هي، ومن خلالها زي ما قلت بتقدر تلاحظ تطور الحوض وايه اللي هيحصل فيها، وهل هي بتقل ولا بتزيد ولا لونها بيتغير ولا غيره، لان في كائنات حية بتتغذى عليها ووجودها في الحوض بيبقى مهم جدا، زي القواقع، زي جميع انواع الاسماك الالجيا ايتر اللي هي اكلات الطحالب، زي البريستل نوز والسياميز والفلاينج فوكس زي اللي موجوده عندي في الحوض دوت، وغيرها وغيرها من انواع الاسماك اللي بتعتمد في غذائها الاساسي على الطحالب، فوجودها بيبقى مهم جدا. فدايما بنصح ان حتى لو هشيل الطحالب من الحوض بتاعي او هنضفها، بتبقى عن الاجزاء اللي انا ببقى محتاج انضف من عليها الطحالب، وبقيه الاجزاء بسيب الطحالب موجوده زي ما هي، عشان بقدر ان انا اتابع من خلالها الحوض بتاعي، وبقدر ادي فرصة للكائنات اللي عايشة في الحوض ان هي تلاقي غذائها وتستمتع بالحوض عندي. طبعا بطبيعة الحال لان انا بنظف الطحالب وبنزلها من على الازاز زي ما شفنا، اكيد المية نوعا ما بتحصل لها ان هي بتتعكر عكارة خفيفة، دي عكارة الطحالب اللي بتبقى نزلت من على الازاز في المية. دي بقى انواع الطحالب اللي بدأت تظهر برضو في الحوض عندي، ودي نتيجة زي ما اتفقنا تراكم المغذيات. وزي ما احنا شايفين اللي احنا شايفينه ده بيبقى بداية تكون طبقة البايوفيلم اللي بتتكون على سطح التربة، واللي هنشوفها مع بعض يمكن من حوض تاني غير الحوض ده. ولكن الطبقة دي تبقى طبقة مفيدة جدا للنظام، هي بتبقى خليط من الطحالب والفطريات والكائنات الدقيقة وانواع كتير جدا من البكتيريا، وبتبقى مفيدة جدا جدا للنظام. ومع الوقت لما الكائنات بتبدأ تكتر في الحوض بيبدأ يكون مصدر غذاء رئيسي واساسي لكل الكائنات اللي في الحوض، وغالبا دايما بنلاقي الشريمب موجود عليها بيتغذى عليها وبيتغذى منها، وغيره من الكائنات اللي بتحب الانواع دي من الطحالب. طبعا انا هعمل لها هنا ازالة كده فيزيائية بايدي علشان انا لعبت فيها. انا ما بفضلش ان احنا نلعب نهائي في المناطق اللي زي كده، ودايما بحب الاستقرار في المناطق دي، ولكن احنا عشان بنتعلم مع بعض وبيبقى فيديو عملي علمي بنضطر ان احنا نعمل كده، علشان لما يحصل عندك في الحوض الطبيعي اللي بيحصل ده حضرتك تبقى فاهم ايه اللي بيحصل وازاي تقدر تتعامل معاه. لو في جزء من الطحالب لقيته موجود كده بشكل مبالغ فيه على نبتة من النباتات اللي انا عايز احافظ عليها زي النبتة دي كده، ببدأ اشيل من عليها الطحالب دي علشان بس ما تخنقوهاش، عشان الاضاءة تقدر توصل لها وتقدر تنمو وتنتعش وتزدهر جوه الحوض. غير كده انا مش مطالب بان انا اشيل اي من الطحالب اللي موجودة في الحوض زي ما احنا شايفينها موجودة على الازاز. انا لو نزلت شوية شريمب الحوض هنا هيستمتعوا جدا. اي الجيا ايتر، اي انواع سمك بتحب الطحالب او بتتغذى عليها، وكده كده جميع انواع الاسماك بتحب الطحالب وبتحب تتغذى عليها لانها جزء من نظامها الغذائي الاساسي الطحالب. حتى الاسماك النباتية، حتى الاسماك اللي بتحب تاكل بروتين عالي شوية او بروتين حيواني، برضو بيبقى جزء اساسي من نظامها الغذائي الطحالب.
وده وقت ما بيبقى الاكل قليل او بتقدر ان هي تتغذى عليها بشكل ما. وده الحوض بعد يومين من اعمال التنظيف اللي احنا عملناها مع بعض. الميه راقت جدا طبعا، اكيد ملاحظين شفافيه الميه ودرجه نقاء الميه. النباتات وازدهارها ونمواتها وظهورها بالوانها، تنوع الكائنات، علشان نبدا نحقق التوازن المطلوب اللي احنا عايزين نوصل له، عشان نوصل لنظام بيئي متكامل، ايكو سيستم اقدر اعتمد عليه واشوف فيه كل الكائنات اللي عايشه جوه النظام سعيده، سلوكها طبيعي، الوانها زاهيه جدا واضحه، مفيش اي توتر، مفيش اي مشاكل، كل كائن بيقوم بوظيفته. النباتات اللي ليها الوان بتبدأ الالوان تظهر، كل ما النبتة طبعا بتقرب للإضاءة الوانها بتظهر اكتر وبتظهر بشكل احسن وافضل. السمك عايش في الطبيعة، ما نقدرش نقول غير كده، هو عايش في بيئته الطبيعية مستريح جدا، ما بتواجهوش اي مشاكل، مفيش تذبذب في معايير المية بيحصل نتيجة ثبات المية، وان احنا ما بنغيرهاش، ما بنضيفش اي اضافات، ولا بنحقن غاز CO2، ولا بنسمد بأسمدة سائلة. بنعتمد اعتماد كلي على التربة اللي أسسنا بيها الحوض من الأول، وبكده بيبقى عندك جزء من الطبيعة في بيتك أو في مكتبك. لايك وشير لو عجبك الفيديو، سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لك كل جديد وتقدر تتابع تطورات الحوض أول بأول. وهنتكلم في الفيديوهات اللي جاية كتير عن كل ما يخص الأحواض الطبيعية، من كيمياء المية، نوعية الأسماك اللي نقدر نربيها، النباتات، الإضاءة، وكل ما يخص الحوض علشان تقدر توصل بيه للمستوى ده. الموضوع سهل وبسيط، أهم حاجة اللايك والشير والسبسكرايب زي ما قلنا. شكرا ليكم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.